الوغ اليوم كنت شفتو بلي نديم كان ما كاش، مي كان عندنا خير سلف اللي هي مريم حلام. شاف مريم حلام اليوم شرفتينا بوجودك. شكرا، شرف ليا. يعطيك الصحه، يسلمك. نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح، وان شاء الله نشوفوك. ايوا راك عروسه. الله يسلمك، سالم مليح. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، بارك الله فيكم. شكرا على الاستضافه ويعطيكم الصحه. يعطيك الصحه، ما شاء الله عليكم. شكرا. الحمد لله. على الصحة والسلامة. معكم الأخت حموش ياسمينة. حموش. من وين سالي ياسمينة؟ من الجزائر العاصمة. وين في الجزائر العاصمة؟ هيا شوف. أول ماي. شمالة فيها. مرحبا بك. شمالة فيها سوق الفلاح اللي شرا منه الرشتة اللي شكرها نادي من المرة اللي فاتت ياك. صح كاين شمالة وكاين تيليفوني. صحيح. إذا قل لي هل المال يحقق السعادة؟ هادي يا زهر شفنين. السلام عليكم. كما شاهدتوا اليوم جيت نشارك معكم مروري على قناة صباح الشروق، اللي نوجه تحية بهذا المنبر للأخت زهرة ولكل القائمين على هذا البرنامج. وحبيت نشارككم هذه اللقطات ونبدا معكم الفيديو اللي الوصفه نتاع طاجين المشوك اللي طلبتوها بزاف مني وقلتوا لي عاوديها لنا مفصله. الوصفه سهله وتليق لرمضان، ان شاء الله يدخلوا علينا رمضان بصحه والهنا، وكل عام وانتم حيين بخير. الوصفه فيها البصل، نحكموا حبه بصل نربيوها، نزيدوا لها بواقي الدجاج، يعني صدر تاع الدجاج هذاك لاكاركاس تاعو ما نرميوهاش، نديروها كبنه. نزيدوا التوابل اللي هما كركم، فلفل اسود، عندي تابل الدجاج والزنجبيل والملح بطبيعه الحال. هنا ما تكتروش الملح لاخاطش المرقه البيضه يعني كيما نقولوا حنايا شعوانه تمتم ترفد الملح وتجيكم مالحه بزاف. الوغ الملح عينكم ميزانكم. هنا ضفت 2 ملاعق تاع الزيت مع ملعقه صغيره نتاع الزبده باش تعطيني البنه. نقليهم على نار قليله ونضيف لهم شويه ماء باش ما يلصقوناش، ونضيف لهم ملعقه تاع الفارينه باش تعطيني هذيك تجي الختوريه تاع المرقه تجينا خاتره. في الاخير نزيد لهم الفطر، ونزيد لهم الزيتون المقطع مع اللي تغلي لي، يعني كي تقلها لي الفارينه تاعي مع الدجاج وهاد البصل. تم نزيد المرق ونضيف الشامبينيون والزيتون تاعي غير يغلي ونضيف عليهم، يعني قسم يطيبوا هذا مكان. نمروا للحبات تاع المشوك تاعنا كيفاش حضرناهم. عندي بطاطا حبه مغليه رحيتها، نزيد لها الدجاج، الصدر تاع الدجاج، تحبوه هاشي تحبوه هكا قطع باسكو دوكا راح نلحو كلش في الاشواغ. نزيدوا لهم صفار بيضاء باش ما يجرناش، لكن عندكم كميه كبيره تقدروا ديروا حبه كامله. انا الكميه صغيره درت غير الصفار. نضيف له البصل، وهنا تقدروا تضيفوا الثوم اللي يحب الثوم. نعاود نضيف المكونات اللي درتها، وهنا عندي ملعقه تاع النشا باش تجي خفيفه وتعطينا ديك الهشاشه. تحبوا تزيدوا لها ملعقه تاع خبز اليابس يعني لا شابلور زيدوا لها. التوابل درنا نفس التوابل اللي درناهم في المرقه اللي هما كركم، فلفل اسود، ملح، وتابل الدجاج. نروحوا نلحوهم في البغاميكسور ولا في الاشواغ باش تندمج عندي الخليط. نزيد له شويه معدنوس حسب الرغبه، ونخلي الخليط يبرد ومن بعد نكورو. شوفوا كيفاش تحصل على الخلطه. نزيد لها الفرماج. هنا نديب شويه زيت، ندير الزيت في يدي. شوفوا كيفاش الطريقه، نحكم كميه نفتحها هكذا في يدي، نضيف لها قطعه من الجبن ونغلق عليها، ومن بعد نجوزها في الفرينه ونديرها في البيض ونديرها في الشوفان او الكاوكاو كما كنت فهمتكم، لانه هذا يصلح بالكاوكاو، يصلح باللوز، يصلح بالشوفان، لكن الشوفان يبقى عنده قيمه غذائيه احسن. لكن اللي حب يدير عرضه بطبع ولا يقدر يدير اللوز ولا كاوكاو، يعني لكم الاختيار. هنايا بعد ما رمتها في البيض ونزيد نرمدها في الفارينه. هنا عفوا غلطت حطيتها في الزيت. المهم انا باش نوريكم الفكره، يعني هذه سهله لا كي ديروا هاد الترميده سهله. تقبوها شويه هكا وتخلوها تبرد.
تبرد في الثلاجة 5 دقائق باش ما تنحللكمش في المقله، هي ما تنحلش لكن من الأحسن. ومن بعد هنا راني نوري لكم في الحبيبات اللي زدت كورتهم باش تفهموا عليا مليح. واعذروني على صوتي لاني راني مريضه بلا غريب، اسمحوا لي بزاف، دعوا لي ان شاء الله ربي يشفيني ويشفي كامل المؤمنين باذن الله. هنايا هاني عاودت وريت لكم الطريقه كيفاش نرمدوها، ومن بعد قلت لكم نخلوها ترتاح باش تشد روحها غير في الثلاجه واحد 5 دقائق، ما نسيتوش ماشي حاجه، يعني تقدروا ديروها في كونجيلاتور تمتم غير قسمه تبرد فقط، هذا مكان. ومن بعد نروحوا نشوفوا المرقه تاعنا وين وصلت. هنا هاي لك مرقت وبعد ضفت الشامبينيون والزيتون، نخليهم يطيبوا يتكتكوا شويه غير تولي المرقه تاعنا تبقبق ونشوفوها عقادت، نطفيو عليها باش نرافقوا بها هاد المشوك. هنا راني نقلي في الحبيبات تاع المشوك تاعي، شوفوا. ومن بعد غرقوهم بالزيت باش يعطيكم نتيجه شابه تاع التحمر. قدمتهم انا بهذه الطريقه، ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله. تحياتي للجميع وكل عام وانتم حيين بخير.